اختصارات البايثون وأهمية اللامدا. في البايثون تقدر تكتب دالة سريعة ومختصرة بدون ما تعمل ديف من خلال حاجة اسمها لامدا، مفيدة جدا لما بتحتاج تكتب دالة بسيطة في السطر نفسه أو في سطر واحد، لكن خد بالك كويس أوي إنها مش هتكون واضحة لو الكود معقد. الشكل العام ليها بداية بتحط لامدا، بعد كده تحط الارجمنتس خاصة بيها سواء اكس واي زد أو ما إلى ذلك، اللي بتستخدمها بعد كده في الاكسبريشن اللي هو البادي بتاع الفانكشن. تعالوا نشوف مثال بسيط. هنا احنا بنحاول نجيب الأس التربيعي لرقم معين، فبالتالي خزنا الدالة الخاصة باللامدا في السكوير، وهنا الاكس دي تعتبر الارجمنتس طبعا اللي هو الرقم اللي هيتعمل له الأس التربيعي. طبعا اللي بعده بيعبر عن الاكسبريشن اللي هو البادي بتاع الفانكشن اللي هيتنفذ، اللي هو هيطلع لنا ناتج الأس التربيعي. نصيحة سريعة، لازم تستخدم اللمبة لو الكود في سطر واحد، مش محتاج تعيد استخدام فانكشن كتير زي اللي موجودة في الكلاسز وما إلى ذلك. لو الكود فيه شروط أو أكتر من خطوة لازم تستخدم ديف، لأن ساعتها اللمبة مش هتفيدك خالص، لأن اللمبة بتعتمد على إنك تكتب فانكشن في سطر واحد. تقدر تستخدم اللامدا مع ماب سورتد فلتر، الفانكشنز دي كلها او الميثودز دي كلها البيلت ان وغيرهم، زي المثال الموضح قدامك. اقرا وهتفهم النقص دي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اهلا بيك في قناه كود جيم.